السلام عليكم واهلا بيكم في اول حلقه من سلسله دليل دخول ستيم. فاكره وانا فلت اعدادي كل ما اكتب ستيم على يوتيوب الاقي كل فيديو بيقول حاجه مختلفه. واحد يقول الامتحان مستحيل، واحد يقول لازم تاخد كورسات، والتاني يقول لا اعتمد على نفسك، واحد يقول بلاش تدخلها اصلا. ولما ادخل جروبات الراغبين الاقي كل واحد بيقول معلومه مختلفه لدرجه اني في فتره بقيت فعلا محتاره اقدم ولا لا. وبعد ما ذاكرت وامتحنت واتقبلت رغبة أولى الحمد لله، ودخلت المدرسة وشفت الحياة فيها بنفسي، اكتشفت إن في معلومات كتيرة كانت ناقصة، وفي إشاعات ناس كتيرة كانت بترددها وهي مش صحيحة. وقتها حسيت إن كان نفسي ألاقي فيديو واحد يجمع لي كل حاجة بدل ما أفضل ألف بين الفيديوهات والجروبات. وعشان كده قررت أعمل السلسلة دي. ولو أول مرة تشوفني فأنا مريم محمد رجب، طالبة في تانية ستم عادي، اتقبلت رغبة أولى وكنت الأولى على محافظتي في الشهادة الإعدادية. لكن صدقوني أنا مكنتش عارفة كل حاجة من البداية، وكنت تايهة زي أي طالب بيفكر يقدم، وكنت محتارة أقدم ولا لأ، أدخلها ولا بلاش. وده بالظبط السبب اللي خلاني أعمل السلسلة دي، عشان أوفر عليكم وقت وتوتر وأجاوب على كل الأسئلة اللي كنت بدور على إجابتها وأنا في مكانكم. في السلسلة دي هنتكلم عن كل حاجة ممكن تحتاج تعرفها قبل ما تقدم. هنتكلم يعني إيه ستيم أصلا، وهل فعلا تستحق، ولا هي مناسبة لكل الناس ولا الناس لأ. هنتكلم بالتفصيل عن اختبار القبول، شكله عامل ازاي، ايه الأجزاء اللي بتيجي فيه، وازاي تستعدله من غير ما تضيع وقتك. وكمان هشارك معاكم المصادر اللي انا استخدمتها في المذاكره، والحاجات اللي فرقت معايا فعلا، والحاجات اللي ضيعت فيها وقت ما كانتش تستاهل. وهحكي لكم عن تجربتي يوم الامتحان والاخطاء اللي وقعت فيها، وايه اللي كنت اتمنى اعرفه قبل ما ادخل اللجنه. وطبعا هنتكلم عن الحياه داخل المدرسه، السكن، كابستون، المذاكره، وهل الحياه في ستيم فعلا زي ما الناس متخيله ولا مختلفه. بس قبل ما اختم الفيديو عايزه اقول لكم 3 نصايح بسيطه. اول نصيحه: ما تصدقش اي اشاعه تسمعها. كل سنة بتطلع إشاعات كتيرة أوي عن ستيم ومش كلها صحيحة، فحاول تتأكد من أي معلومة قبل ما تبني القرار. وياريت تاخد معلوماتك من شخص مجرب، شخص في ستيم بجد، مش بقى ولي أمر أو شخص مش أصلا مدخلش مدرسة. تاني نصيحة: لو ناوي تقدم ابدأ من دلوقتي، وحاول تذاكر وتدي أكتر مجهود ليك، أكتر مجهود تقدر تعمله عشان تبقى داخل الامتحان وتواثق من نفسك. تالت نصيحة: ما تضيعش وقتك في تجميع عشرات المصادر. اختار مصادر كويسة ومش بكثرتها، لا، ممكن تختار مصدرين 3 يغنوك عن مليون مصدر تاني، وامشي معاها للنهاية، لان المشكلة مش في عدد المصادر، المشكلة انك تستفيد منها فعلا. وفي النهاية هدفي من السلسلة دي ان اي طالب يخلصها يحس انه داخل امتحان ستيم وهو فاهم الطريق كله من اوله لاخره، من اول قرار التقديم والمذاكرة لحد اول يوم ليه داخل المدرسة والسمر كامل. لو عندك اي سؤال اكتبولي في التعليقات، لان هجمع اكتر الاسئله اللي بتتكرر واجاوب عليها في الفيديوهات الجايه. ولو حبيت الفيديو واستفدت منه ياريت تشترك في القناه عشان يوصلك باقي السلسله. واشوفكم في الحلقه الجايه، لان هنجاوب فيها على اهم سؤال بيساله اي طالب بيفكر يقدم: هل ستيم فعلا تستحق، ولا في ناس هيكون طريق تاني انسب ليها؟ اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تصلوا على النبي.